دي صينية الدبابيس معانا بالبصل المكرمل، طعمها جميل وتحفة. الفراخ مستوية خالص اهي، فراخ مستوية خالص، مقادير بسيطة وسهلة ومبتاخدش معاكي وقت، وفي نفس الوقت طعمها جميل. تعالوا نشوف هنعمل الصينية دي ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي اسعد حال. ازيكم عاملين ايه؟ وهشتري من اخر فيديو. نسمي بالله كده ونصلي على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. هنعمل غدانا النهارده. معانا دبابيس فراخ. دبابيس تاني غسلاها ونقعاها، غسلاها بمحلول نقعها بمحلول نقع ملح وسكر وليمون، ونقعها في المحلول الملح ده وغسلها كويس ومنشفها. نعملها صينيه، بس الصينيه هتبقى معتمده على البصل. معانا كميه بصل زي ما انت عايزه براحتك، حسب الكميه اللي انت هتعمليها. نجيب الصينيه اللي احنا هنشتغل فيها. ومعانا هنا فلفل اخضر على فلفل احمر، ومعانا 4 حبات طماطم، ومعانا البهارات بقى واحنا بنحط البهارات على البهارات. بسم الله الرحمن الرحيم. نسمي بالله كده ونجيب الصينيه اللي هنشتغل فيها. هنا هقطع البصل جوانح كده. الصينيه دي بتبقى سهله وجميله وما بتاخدش معاكي وقت. انا هقطع كميه البصل اللي معايا كده في الصينيه. صينيه الدبابيس دي بتبقى جميله وما بتاخدش معاكي وقت خالص، بتبقى طعمها حلو. تعمليها مع رز بشعريه، تعمليها مع مكرونه، اللي انت حباه. الاكل ده حسب راحتك يعني، واللي انت حباه. هكمل كميه البصل وارجع لكم تاني. هنا قطعت كمية البصل كلها اهي، هنا هنزل عليها بالبهارات: معلقة فلفل اسمر، معلقة ورق لورا على حبهان طحناها، نص معلقة ثوم بودرة، معلقة كمون صغيرة، معلقة بابريكا، معلقة بهارات فراخ، والملح معاه. هنحط ده كله على البصل عشان ده اللي هنتبل بيه الفراخ. وندعك البصل يعني هنعمله زي المرتة كده، لما ينزل ميته معانا، لما ينزل السوائل خالص معانا. حبايبي لو عجبتكم الطريقه ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. انا ما صورتش معاكم من زمان يعني للظروف كده الطريقه لو عجبتكم ما تنسوناش في اللايك كده. افضل ادعك البصل حلو لما ينزل الميه بتاعته كلها. طبعا احنا غاسلين ايدينا، وكل واحد بيعمل اكله في بيته، فبيبقى يعني عارف هو بيعمل ايه. كده دعكت البصل بالمرتة كويس. كده بقى هتبل بالفراخ، امسك ادعك بالفراخ عشان تشرب من التتبيله، البهارات اللي في البصل وكل حاجه اللي في البصل الفراخ تشرب منه. الصينيه دي بتبقى طعمها جميل بالبصل، بتبقى واخده الصوص بتاع البصل كده وبيبقى طعمها جميل.
تبلنا الدبابيس كلها التتبيله. البهارات اللي انت حباها حطيها، البهارات اللي انت بتحبها في الاكل وحباها حطها، دي ترجع لك وترجع لراحتك، بس انا مش هحط يعني اكتر من كده. كده معانا اربع حبات طماطم اللي معانا. كده الفلفل اللي معانا فلفل الوان احمر واخضر، واقلب كده كله في بعضه. سهله وسريعه وما بتاخدش وقت، وفي نفس الوقت طعمها جميل. نقلب كله في بعضه كده، الطماطم بالفلفل بالبصل. كده قلبنا كله في بعض اهو. كده احط عليها ليمونه واحده، بحب احط عليها ليمونه، عصير ليمونه واحده اوزعها عليها كده. انا بسويها على النار يعني 3/4 سوا، وبعدين بدخلها الفرن. انا بحط بقى شويه زيت عشان تاخد وش كده، مش كتير يعني، شويه صغيرين عشان تاخد وش معانا في الفرن كده. كده هحطها على البوتاجاز تاخد 3/4 سوا كده، وبعدين ادخلها الفرن. ودي شكل الصينيه معانا في الاخر. هنا معانا حله على النار، هعمل رز بشعريه. هنا هحط شويه زيت عشان اخمر الشعريه. استنى بس الزيت يسخن شويه. ننزل هنا بشويه شعريه. الفراخ معانا بتستوي اهي، الفراخ معانا بتاخد غلوه اهي، بديها 3/4 سوا على البوتاجاز، وبعدين بدخلها الفرن تستوي شكلها، وهي نزلت الصوص بتاعها كله اهو بتستوي. هنعمل الشعريه لما تاخد اللون الذهبي معانا، وبعدين ننزل بالرز. معلش بقى لو الاضاءه مش كويسه عشان التصوير التليفون، يعني التليفون كاميرته مش حلوه يعني. يا رب تكون فيديوهات سهله وبسيطه عليكم، واكون ضيفه خفيفه كده على قلوبكم.
كده الشعريه خدت اللون معاها اهي، دي لون الشعريه، عشان لسه لما بتحط عليها الرز والميه بتفتح معاكي شويه. كده هنزل بالرز بتاعنا. نبدأ بقلة كده الرز يتشوح كده شوية مع الشعرية عشان يبقى مفلفل معاكي وجميل. كده الشعرية خدت لنا اهي، اللي معانا مية سخنة هنا كده، وهو نازلة اهي على الرز كده. طبعا انت عارفة الرز بتاعك بياخد مية ولا مبياخدش مية. كده المية بتاعت الرز بتاعي يا دوبك يعني، دي المية بتاعته. هنا هنزل بالملح واغطي بقى على الرز لما يستوي وارجع. هذا الرز بتاعنا اهو مستوى، شكله الرز معانا مستوى مفلفل اهو، شكل الرز معانا. وادي صينية الفراخ طلعت من الفرن، صينية الفراخ اهي حمرا وجميلة وواخدة لونها اهي، يعني زي المشوية بالظبط وأطعم كمان. وممكن تعملها بفرخة كاملة، مش شرط دبابيس، يعني لو انت عايز تعملها بفرخة كاملة ماشي، دبابيس ماشي، وشكلها جميل وتحفة وطعمها أحلى. والفراخ مستوية معانا اهي، الفراخ مستوية معانا اهي خالص. ودي كده غدانا النهاردة. ودي صينية الفراخ معانا اهي، شكلها اهي، شكلها النهائي جميلة وتحفة وطعمها جميل. وادي الرز بشعرية، وادي الصوص اللي طالع من الفراخ، الصوص اللي بتاع الفراخ احنا بنحبها كده فيها صوص شوية، بس هي برضو ناشفة وحلوة. ولو الفيديو عجبكم والطريقة عجبتكم ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.